يا مساء الفل على الحلوين، عشان انا صاحيه متاخر وبقى لي يومين كده يومي مش مظبوط خالص. فترويق بقى يومي والشقه والحاجات دي كلها بيبقى بالليل. المهم قمت كده وقلت بقى لا مش هينفع بقى افضل نايمه كده ومكسله، وقمت بقى قلت هروق الشقه كلها النهارده واتكلم كده معاكم النهارده بقى في ميزانيه الشهر، عشان ناس كتيره قوي قالت لي اتكلمي معانا في الموضوع ده، وفي نفس الوقت برضو ناخد افكار كده من مع بعض يعني. تمام. المهم هبدأ الاول كده باوضه الاطفال. انا بحب دايما لما اجي اروق بجيب كده ايه من جوه على بره على طول، يعني اوضه الاطفال عشان اخر حاجه خالص، فقلت ايه ابدأ الاول بيها عشان اروق الاوضه كويس، وادخل بقى الولاد يفضلوا قاعدين عشان اشوف بقيه الشقه. تمام، عشان ما يفضلوش بقى رايحين جايين ورايا كده. المهم هروق بقى وهطلع المروحه دي بره برضو، عشان هي محتاجه ان هي تتنضف اصلا من التراب اللي عليها، واغسلها بقى وابدا ان انا اغطيها وكده. وهشغل لهم بقى التلفزيون واسيبهم بقى يفضلوا قاعدين في الأوضة بقى كده يتفرجوا، وبرضه هاكنسها لهم وكده عشان لو في أي تراب أو في أي حاجة كده في الأرض، يعني ما تبقاش بقى في رجليهم وهم طالعين على السرير. تمام. وهادخل بقى على الليفنج طبعا جنب أوضة الأطفال على طول. تمام. هاطلع بقى عليه كده أنضفه، بصراحة هو كان متكركب شوية وفي بقى كل حاجة بتترمى دلوقتي فيه، عشان احنا أصلا ما بنقعدش فيه. يعني التلفزيون اللي هناك ده هو أصلا بايظ طبعا انتوا عارفين، ومحتاج ان انا اوديه يتصلح، بس زي ما قلت لكم قال لي 7000، وفي الاخر مش يعني بعد سنة قالوا هيرجع تاني، فمش عارفة الكلام ده صح ولا لا. اللي حصل عندها كده التلفزيون بتاعها يعني اتشرخ كده، والشاشة محتاجة ان هي تتغير، وغيرته وفعلا لقيته ان هو جايب نتيجة وتمام والتلفزيون بقى كويس وكده بعد سنة. يا ريت تقولي بس هي عاملاه فين، عشان فعلا التلفزيون خسارة ان هو يفضل مركون كده. فاحنا بصراحة قلنا مش هنوديه في اي حتة، هنفضل سايبينه كده لحد ما نشوف له بقى ايه حل يعني. المهم انا هبدأ اروق كده، تعالوا بقى نتكلم مع بعض على ميزانية الشهر. بس قبل ما نتكلم عن الميزانية حابة بس اتكلم في نقطة. هو ليه كل زوج يعني عشان الموضوع ده جالي قبل كده واتكلمت معاكم فيه، دايما بيتهم مراته بان هي مسرفة، وان الحياة لا حاولي توفري، لا ما ينفعش انت بتصرفي كتير، انت مش عارفة ايه، وانت حضرتك مش واخد بالك ان الاسعار غلت. يعني انت مش واخد بالك ان الحاجة بقت اضعاف الاضعاف، يا ريتها حتى بقت ضعف مرتين، الحاجة بقت أضعاف 3 4 مرات السعر. فأنت حضرتك مش واخد بالك إن ال200 جنيه دلوقتي عشان تنزل أصلًا تجيب بيهم حاجة هيجيب لك كرتونة بيض، وإذا أصلًا جابت لك كمان معاه مثلًا زيت أو حاجة فتحمد ربنا. ال200 جنيه دلوقتي ما عادوش بيجيبوا حاجة. زمان كنت تقدر إن أنت تتكلم معاها في الموضوع ده وتقول لها لأ أنتِ فعلًا مسرفة، لأ أنتِ لازم توفّري، وفعلًا زمان كان في توفير عن كده. بس إحنا دلوقتي في ظروف أصلًا بقت صعبة. يعني الدنيا دلوقتي بقت غالية، فأنت إزاي بتتهم مراتك إن هي دايمًا مسرفة، وإن هي مش عارفة تحوّش، وإن الحياة أصلًا يعني مش مستاهلة إن أنت تتكلم في ده، لإن فعلًا يعني لو هي مشّيت لك الشهر بمرتبك فاحمد ربنا. احمد ربنا ان هي مشيته لك بالفلوس المرتب. في ناس بتحتاج اكتر من كده، وفي ناس كمان بتستلف، فالحمد لله ان هي ماشيه لك بالظبط. تمام. ده بالنسبه لقسم الرجاله، عشان دايما بتقعد تتهم ازواجها ان هي مسرفه والكلام ده كله. انا بقى هتكلم يعني اللي زي بقى اللي هم المتزوجين وكده مش عايزه اقول كلمه حريم دي يعني، بس البنات يعني. انا هقول لكم بس كلمه، حاولي ما تمسكيش مصروف خالص. لو كان جوزك بيتهمك دايما ان انت مسرفه وما بتحوشيش والفلوس بتتصرف منك بسرعة، لا يبقى هو أولى إن هو يمسك المصروف، وهو بقى إيه اللي يصرف، عشان بس يحس باللي أنت حاسة بيه. أنت مضغوطة وما بتشوفيش نفسك وما بتجيبيش لنفسك حاجة عشان توفري لبيتك ولعيالك، وفي الآخر أنت مسرفة، أنت ما بتحوشيش، الفلوس في إيدك بتطير، الكلام ده كله. احنا بنجيب حمام وبنطيره، مش عارفة برضو ازاي، بس هو كده بقى. فلو انت الموضوع معاكي كده وجوزك دايما بيتهمك وفي مشاكل في الكلام ده، فانت حاولي هو بقى يمسك المصروف، وتتكلموا في ده ان هو لا هو ملزم بكل حاجه. على الاقل هيبقى ملزم برضو بمصاريفك، ان هو يجيب لك اي حاجه انت محتاجاها خاصه بيكي، الحاجات دي كلها. تمام. لكن لو انت مسكتي المصروف زي ما قلت لك، انت اصلا هتستخسري تجيبي لنفسك حتى، يعني هقول لك ايه، صوب عروش حتى انت هتستخسري تجيبيه لنفسك. بسكوتاية لو نفسك فيها أو شيبسي نفسك فيه، هتستخسري برضو تجيبيه لنفسك عشان توفري لغدا أو للكلام ده.
تمام. بالنسبة بقى الميزانية عمومًا أو الكلام ده أو إن إحنا إزاي نوفّر أو كده، حاولي دايمًا يعني طبعًا إحنا أكترتنا بيعمل ده، بس إحنا نقول للناس اللي مثلًا لسه متجوّزة جديد، لسه مثلًا مش عندهم خبرة في الحاجات دي كويس، ممكن نتكلّم بقى في إيه، إن إحنا كل أسبوع لازم نكون حاطين ميزانية معيّنة للأسبوع ده، بما إنِّك مثلًا عارفة الحاجات أسعارها بقت عاملة إزاي والميزانية بتاعتِك ممكن تسمح بقد إيه، فأنتِ ممكن تحطّي في الأسبوع ده مثلًا هاصرف لي 500 جنيه، 700 جنيه، أنتِ بقى ورزقِك، يعني شوفي هتعرفي تدبّري، مش هتعرفي تدبّري أكتر من كده، يعني أنتِ بقى اللي هتقدري تتحكمي في مصاريف الأسبوع عمومًا، تمام؟ انزلي هاتي الخضار بتاعِك، مش لازم يا بنات تنزلوا تجيبوا حاجتكم بالشهر، طب ما أنتِ ممكن تجيبي مثلًا هنقول 15 كيس مكرونة، ممكن يكفّوا معاكِ للشهر اللي جاي، طب أنتِ ليه أصلًا تزنقي نفسِك في الشهر ده؟ أنتِ جيبي أسبوع بأسبوع، أنا الأسبوع ده مثلًا هاعمل مكرونة، هاعمل رز، هاعمل مش عارفة كذا، شوفي الوجبات اللي أنتِ هتاكليها في الأسبوع ده مثلًا، وابدئي بقى على أساسه شوفي أنتِ في الأسبوع ده هتحتاجي قد إيه كيس مكرونة، قد إيه رز، قد إيه مثلًا هتجيبي لحمة، هتجيبي فراخ، هتجيبي سمك، أنتِ اللي هتحطي ميزانية الأسبوع بتاعِك لمّا تعرفي أنتِ هتاكلي إيه في الأسبوع ده، يعني برضه على أساسه أنتِ لازم تقعدي كده وتمسكي قلم وورقة وتكتبي بالأسبوع أنتِ النهارده هتنزلي تجيبي مثلًا خضارِك كذا، تمام، سمكِك كذا، أكلِك كذا، تحطي ده كله على أساسه زي ما قُلت لِك هتعرفي أنتِ هتصرفي كام في الأسبوع ده، تمام؟ المهم إن أنا عايزة أقول لكم ما تحاوليش إن أنتِ تضغطي نفسِك، برضه البنات اللي معانا هنا وعارفة إن في أمهات كتيرة أوي بتسمعنا حبايب قلبي، طنطاتي، حبايبي، برضه يقولوا لنا كده أفكار بالنسبة للأكل، لإن إحنا برضه بنبقى ساعات عاوزين أكلات برضه تغيير، قولوا لنا برضه على أكلات ما تبقاش مكلفة، البنات برضه اللي ما شاء الله عليهم بيقدروا إن هم يوفّروا كده برضه في حوار الأكل ده ويعملوا أكلات كده ما تبقاش مكلفة، انزلي تحت في الكومنتات ويا ريت تفيدينا برضه وتفيديني وهتفيدي البنات كتير، لإن عندي ما شاء الله البنات كلها بتقرا الكومنت، فانزلي تحت كده في الكومنتات وقولي لنا بقى، قولي لنا أنتِ مثلًا أكلات تكون مش مكلفة زي إيه مثلًا، نعمل إيه مثلًا في الأسبوع، بحيث إن إحنا مثلًا نمشّي حالنا يومين كده والّا حاجة في الأسبوع أو 3 أيام يبقوا أكلات كده إيه، تبقى خفيفة يعني، تمام؟ فهاستنى بقى كومنتاتكم، والبنات بقى اقروا الكومنتات عشان إن شاء الله البنات تديكم أفكار، بس أنا زي ما قُلت لكم على حوار الأسبوع ده، إن أنتِ إزاي تمشّي حالِك بالأسبوع وإزاي تجيبي حاجتِك وما تجيبيش بتكلفة عليكِ، يعني ما تنزليش مثلًا أو مثلًا ما تستنيش لحد ما تلاجتِك ما تفضى خالص، وبعد كده تقومي نازلة تلاقي نفسِك صارفة لِك 4000 جنيه أو 3000 جنيه مثلًا، ما أنتِ بتجيبي بقى زيت، بتجيبي بيض، بتجيبي حاجة التلاجة كلها مع طبعًا الخضار بتاعِك، مع مثلًا مسحوق غسالة، الحاجات دي كلها هتلاقي نفسِك صارفة لِك مبلغ وقدره، فأنتِ ما تستنيش بقى لمّا حاجتِك كلها تخلص وبعد كده ترجعي تقولي لأ أنا هانزل بقى أجيب حاجتي بالشهر، لأ، هو أنتِ أول بأول كده مشّي حالِك بأسبوع، أسبوع. زي ما قُلت لِك شوفي الحاجات اللي أنتِ هتحتاجيها في الأسبوع ومشّي حالِك بيها، عشان طبعًا أنتِ لو فضلتِ سايبة نفسِك كده ونزلتِ مرّة واحدة تجيبي طلبات الشهر، هتلاقي نفسِك أصلًا المرتب معاكِ خلص من نزلة واحدة، تمام، حاولي بقى خروجاتِك، أكلات مثلًا بتحبي دايمًا تاكلي برّه، حاولي بقى تقللي في موضوع الأكل برّه ده، أنا عن نفسي كنت دايمًا ويوميًا بنتعشى من برّه، ساندوتشات، بيتزا، الكلام ده كلّه، بدأت بقى دلوقتي أعمل برجر في البيت، أعمل دلوقتي ستريبس، أعمل مسحّب، أعمل مثلًا بيتزا، الحاجات دي كلّها بدأت دلوقتي إن أنا أعملها في البيت، طبعًا عندكم طريقة البرجر هتلاقوها، القراقيش طبعًا كنت دايمًا نجيب قراقيش من برّه وبقسماط وحاجات من دي، القراقيش لقيتها آخر مرّة كنت جايباها تقريبًا كانوا بيقولوا ب60 جنيه، قُلت لأ ده أنا هاجيب شوية دقيق وكمان هيتبقى من الكيس الدقيق ده وأعملها أحسن في البيت، بقيت أعملها بقى مرّة سادة، مرّة بعجوة، أعمل قُرَص، الحاجات دي كلّها، إن شاء الله احتمال أطلع النهارده معاكم live ونعمل بإذن الله القراقيش عشان الناس اللي كانت طالباها منّي، تمام، اعملوا بقى like للlive ده، سوري للفيديو ده عشان اللايف اللي جاي إن شاء الله ييجي لكم إشعار، وبرضه أي فيديو أنا بانزّله بعد كده ييجي لكم إشعار بيه. أنا كده خلّصت ويا رب أكون فدتكم في الفيديو ده، وقوموا بقى تشجعوا كده وخلّصوا كل اللي وراكم، أشوفكم على